هنعمل ايه في العيد؟ في اطفال كده متعودين يتعبوا في العيد، يعني يفضلوا كويسين اول يوم العيد او تاني يوم العيد والعيادات قافله، وتلاقي الام يا عيني بتصوت: يا دكتور الحقني، الولد سخن، الولد معرفش ماله، اروح فين، اجي منين، العيادات قافله. طيب عايز افهمكم احنا في العيد بنبقى فين. كل الدكاتره في العيد ما بتبقاش اجازه، بنبقى نبطشيات موجودين في المستشفى. يعني على سبيل المثال انا مثلا شغال في مستشفى ما، من يوم السبت ليوم الجمعه في دكتور نبطشي بايت كل يوم. انا بايت مثلا اول يوم وده بايت تاني يوم، فهتلاقي كل مستشفى فيها دكتور اطفال موجود. فلو انت عندك حاله طارئه اجري على المستشفى، ما تقعديش تخبطي في الصيدليه وتروحي مش عارف تسالي على الجروبات وتلاقي ان في ناس بتتوهك وبتديكي ادويه غلط. لو الموضوع بسيط خلاص ممكن تعرفي تتواصلي مع دكتورك على الواتساب، تقولي له مثلا الولد سخن، هيقول لك مثلا عمره كام، هو عارفه مثلا متابعه، هيقول لك الدواء الفلاني اللي جرعته كذا عشان هو عارف وزنه كذا. يعني هتعرفي تلم الموضوع في كلمتين لحد ما العياده تفتح ان شاء الله ونكشف ونشوف ايه السبب. انما لو الموضوع جامد ما تقعديش بقى تمشي في السكه الغلط وتروحي تسالي في الصيدليه الولد بيرجع يا دكتور فادي له ايه فتدي دواء غلط، او الولد سخن فتجيبي لبوس دولفين اللي هو ممنوع قبل سنه مش عارف ايه. العك اللي بيحصل كل عيد. الدكاتره مش بتاخد اجازه، المستشفيات ما بتقفلش لا في الاعياد ولا في غير الاعياد، الدكاتره كلها بايته في المستشفيات. اي مستشفى هتخشيها هتلاقي فيه دكتور اطفال متخصص قاعد مستنيكي، ويعني فمالكيش حجه ان انت تجربي في الولد حاجه غلط. ربنا يحفظ ولادكم وكل سنه وانتم طيبين.